لو اقسمتلك بالله انك مش هتلاحظي تساقط في شعرك، تنقذي شعرك. مكونين بس طبيعيين لإنقاذ الشعر، إنقاذ الشعر التالف، إنقاذ الشعر الخفيف، إنقاذ الشعر المتساقط. بس صلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتروحي عند عمو العطار تقولي له أنا عايزة ب5 جنيه حلبة، أو هاتي زي ما أنت عايزة، عشان الناس اللي بتنتقدني وبتقولي مفيش ب5 جنيه حلبة، لا في ب5 جنيه حلبة. أوكي، هتروحي تجيبي الحلبة وهتجيبي معاها بذور كتان. بصي يا ستي، بالنسبة للحلبة فدي وصفة جدتي اللي هي ما تمنعيش الحلبة من بيتك. سر من أسرار جمال البشرة وجمال الشعر وجمال صحتك في الحلبة الحصى. طيب ريحتها هنتكلم. بصي يا ستي، هتروحي تجيبي الحلبة وتحطي عليها 500 مللي مية وتسيبيها تغلي كويس. غليت خلاص، صفي لي الحلبة وخدي المية بتاعتها. لما تاخدي المية بتاعتها هتحطي لي عليها معلقتين بذور الكتان وترجعيها تاني تغلي. هتغلي كويس قوي وهتلاقيها عملت معايا جل. هتصفي البذور من الجل بتاعنا وتاخدي الجل دوت هتعملي بيه ايه؟ هتحطيه على الشامبو اللي انت بتستخدميه. حطيه على الشامبو واستخدمي على شعرك، وسيبي الشامبو لمدة 3 دقايق من تالت استخدام. لو اقسمتلك بالله انك مش هتلاحظي تساقط في شعرك، صدقيني مش هتلاقي تساقط نهائي لشعرك، والسر في وصفة جدتي. بس يا جميلة، خلصتي معاكي الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.